بكام تبيع نفسك؟ سؤال صريح، بس ده اللي بيحصل كل يوم. ناس بترقص في أي مكان عشان ترند، ناس مستعدة تعمل تصرفات مهينة عشان شوية مشاهدات، ناس بتألف قصص وحوادث عشان ريتش، وناس بتصور حد في أسوأ لحظة في حياته. بقى عادي نشوف حد بيتألم ونمسك الموبايل قبل ما نمدله إيدنا، مش عشان النجاح، ده عشان الرقم. رقم بيطلع فيدي إحساس إنك مهم، إنك مرئي، إنك موجود، بس الحقيقة الإحساس ده مؤقت، وكل مرة بتحتاج تعمل حاجة أكتر، أغرب، أسوأ، وأقسى، ومع الوقت مش بتكبر، أنت بتتآكل، بتفقد نفسك وحدودك وقيمتك، وتبقى حد بيجري ورا أي حاجة تخلي الناس تبص عليه، حتى لو هيشتموه مش مهم، المهم شايفينه وعارفينه وبقى مشهور، حتى لو بشيء مزيف أو سيء. المهم يجري ورا المشاهدات والشهرة والأرباح، مش مهم التمن، حتى لو من كرامته وإنسانيته. طب ليه ده بيحصل؟ أسباب كتير، أولها عشان في جوع للاهتمام وخوف إنك تكون عادي، وده ممكن يكون بسبب مقارنات من طفولتك باللي حواليك، ده أشطر، دي أجمل، ده أحسن، مقارنات تخليك تكبر وإنت نفسك تثبت إنك مهم وجامد. سبب تاني هو وهم إن الشهرة السريعة يساوي نجاح، بس الحقيقة أي نجاح مبني على لفت الانتباه مش على قيمة حقيقية، مصيره يختفي بنفس السرعة، خاصة لو هتكون مشهور بسبب تصرفات سيئة أو حتى صفات وهمية مزيفة. السبب الثالث الجري ورا أرباح والرغبة في الثراء السريع، مهما كان التمن المهم تكون غني بسرعة، زي البلوجر الفلاني والتيك توكر العلاني، وأجيب عربياته وأعيش زي حياته. لكن الحقيقة مفيش ثراء سريع ولا ثروة بالساهل، كل حاجة محتاجة وقت ومجهود. القيمة الحقيقية مش في كام واحد شايفك، القيمة في انت ايه لما محدش بيبص. هل بتحترم نفسك ولا بتهينها عشان مشاهدات وشهرة وأرباح؟ اختار طريقك، يا تفضل إنسان يا تبقى محتوى بدون قيمة.